ندخل بعد كده مع حضراتكم في الفناء المفتوح. الصالة اللي احنا فيها دلوقتي هي صالة ال 32 عمود، وده مكان من أروع الأماكن في مصر القديمة. وبنجد هنا تدرج افتراضي بالنسبة للأعمدة، فهنلاقي مثلا إذا دخلنا عند قدس الأقداس وخرجنا منها هنلاقي صالة فيها 4 أعمدة، ونطلع منها على صالة فيها 8 أعمدة، نطلع منها على صالة فيها 16 عمود، وأخيرا الصالة الموجودين فيها واللي هي 32 عمود. بمعنى إن الصالة اللي احنا فيها دي 16 عمود من كل ناحية. والزيادة الافتراضية من الداخل للخارج بتوحي بأن كلما خرج الإله من قدس الأقداس الكون بيتسع، والاتساع ده بيظهر معناه في الأعمدة. الأعمدة من الداخل ضيقة وصغيرة، إنما لما وصلنا صالة ال 32 عمود هنلاقي الأعمدة ضخمة وكبيرة. فبنلاقي هنا دخلنا على الإيدن اليمين فبنجد قايمة أقاليم مصر العليا، مقدم الخيرات، فبنجد كل إله من الآلهة حعبي بيمثل إقليم من أقاليم مصر العليا، وبيقابلها من الناحية التانية الآلهة حعبي برضو، واللي بيمثل كل واحد منهم إقليم من أقاليم مصر السفلى، وكلها مسجلة على الجدار. وفي عهد الملك أمنحتب الثالث من الأسرة 18 كان بيجي في المنطقة دي مراكب الآلهة آمون وموت وخنسو، فكانت مركب الإلهة موت بتريح في أقرب مقصورة على يمين الداخل، ومركب الإله خنسو بتريح في المقصورة التانية أبعد منها بشوية على شمال الداخل. وكان في سلم بيطلع على السقف، كانت باقي المراكب المقدسة للآلهة بتريح فوق على السطح، فكانت في مقاصير فوق سطح المعبد مخصصة لمراكب الآلهة الخاصين بالطقوس الجنائزية وطقوس إحياء أوزوريس. أما مركب الإله آمون فكانت هي الوحيدة اللي بتريح جوه. الإله آمون رع هو نفسه آمون كا موت إف، بس ده في الدنيا وده في الآخرة، بمعنى إنه بيتحد دنيته مع آخرته بمعنى أصح. الصالة اللي بعد كده بنجد المكان اللي هو فيه سور الأباطرة الرومان، واللي كان في العهد الروماني بيتكون من صالة و8 أعمدة من كل ناحية، لكن لما جه العصر الروماني شالوا الأعمدة دي خالص، واللي تم فيها إخلاء الممر اللي بيؤدي لمحور المعبد، ووضعوا مكانه الحامية اللي هنلاقي عليها مرسوم الأباطرة الرومان. كان بيوجد تماثيل لهؤلاء الأباطرة بدءا من الإمبراطور أغسطس، زي برضه ما كان يوجد رؤوس وتماثيل أباطرة فوق الأعمدة، وهنلاقيهم موجودين على قمة العمودين. وده على أساس إن عبادة الأباطرة الرومان المتوفين كانت بتتم في المكان ده، وعشان كده اترسم على الحامية مناظر لهؤلاء الآلهة واللي كان بيقدم لهم العبادة. الرومان قاموا بتغطية جدران الصالة دي كلها بطبقة من الجص عشان يرسموا عليها عبادة هؤلاء الأباطرة الرومان، واللي طبعا هي للأسف اتفسرت غلط بعد كده بأنها كنيسة. لكن الكنيسة المصرية زي ما حضراتكم عارفين مذبحها اتجاه الشرق، لكن هنا هنلاقي المذبح بتاعهم ناحية الجنوب. أما الرسومات فهي لفرسان وأباطرة رومان، وطبعا مش لشهداء مسيحيين. هنلاقي بعد كده إنه تم فتح باب اتجاه المحور في قلب الحامية للدخول إلى إطاعة أمنحتب الثالث اللي بيودينا بعد كده لقدس الأقداس.